السلام عليكم. بمناسبة التصوير اللي كتر اليومين دول، في فيديو انتشر لشاب، بنت كانت معدية صورته، كان بيقال ان الشاب ده كان بيقضي حاجاته، يعني بيعمل حمام. والبنت لما صورته فضلت تقول له يعني ينفع اللي انت بتعمله ده وكده، وهو فضل يقول لها ماشي 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 وكل حاجة حاضر وماشي لحد ما هو مشي. فالفيديو انتشر والناس كلها بدأت تهاجم البنت، اللي هو انت ليه تصوريه؟ ما الراجل يمكن عنده سكر، ما يمكن ويعمل حمام وبتاع وخلاص، الموضوع يعني بسيط. ولكن البنت هنا قالت لي ان الموضوع ما كانش كده. هل ده صح؟ هل ده غلط؟ انا ما اعرفش، يعني انا ما عنديش معلومة ان ده يقين. ولكن البنت بعتت حاجة حابة ان الناس تسمعها، والحكم ليكم انتم. انا من ناحيتي انا ما اعرفش، في نيابة وهي طالبة ان فعلا ان الراجل ده يتقبض عليه، وهي حابة تروح النيابة وتقول الكلام ده، وهم اللي يقرروا اذا كانت هي صح ولا غلط، والغلطان يتحاسب. نسمع الكلام اللي هي قالته عن الموقف، وان هو ما كانش بيعمل حمام، هو كان بيعمل حاجة تانية. الموضوع بدأ معايا ان انا كنت راجعة من الشغل على الساعة 7. تمام، فانا على طول يعني لما باجي راجعة وبحس ان انا تعبانة بقعد على البحر. كنت قاعدة على البحر وكده، المهم كان في شاب قاعد تحت. فجأة لما شافني قام قايم واقف. تمام، انا قلت مثلا ممكن ان هو يكون بيقضي حاجته عادي زي اي واحد مثلا بنشوف في الشارع، فنضير وشنا ونمشي. ده اللي حصل معايا بالظبط. انا قمت ومشيت، افتكرت ان يعني دي كانت نيتي، افتكرت ان هو بيعمل كده، فقمت مشيت خالص من قدامه لحد ما هو مشي برضو ورايا، وفضل يقول الفاظ انا مش هينفع اذكرها. فبص يعني لحظة ادراك بقى ان هو بيعمل حاجة تانية، فاهم قصدي؟ طلع بيعمل حاجة تانية. فانا خفت لان في فتحة، لو انا مشيت اكتر من كده في فتحة قدام، فانا خفت يشدني. قلت لا اقعدي. قعدت، مسكت تليفوني قلت صوريه يمكن يخاف. مسكت تليفوني بفتحه، طبعا هو عارف ان انا هصور، قام لافف بزاويه تانية ماشي، والكاميرات هناك تشهد بده. قمت قايمه فاتحه الكاميرا وقلت له لو سمحت ممكن تمشي من هنا. قال لي ماشي. قلت له هو ينفع ان انت، طبعا زي ما أنا نزلت الفيديو كده، بس الفيديو اتاخد عكسي، وان هو كان يعني مش في نيته حاجه، لان انا ما صورتش من البدايه. احنا يعني محدش كان متفق ان الموقف ده يحصل معايا عشان يبقى فتح الكاميرا من الاول. انا عشان انا خفت لان هو فعلا يعني كان عايز حاجة تانية انا مش هينفع اذكرها. فده اللي انا عرفت اصوره والناس كلها عجبتني. انا محتاجة ان هو يروح النيابة، محتاجة ان انا كمان اتجاب عشان اقول له حسبي الله ونعم الوكيل في وشه. انا محتاجة اقول له كده على الظلم اللي انا خدته من ساعة ما نزلت الفيديو، وعلى الحاجات اللي انا اتعرضت لها، وان الناس كلها بتهزر في حاجة، يعني بيهزروا في نفسيتي، بيهزروا في موقف حصل معايا انا مش هقدر اتخطاه. زي ما حضراتكم سمعتم كده، ده الكلام اللي قالته البنت انه حصل معاها. طيب الحكم لحضراتكم انتم. من ناحيتي انا ما عنديش اي تعليق لحد دلوقتي. ليه؟ لحد ما يظهر حاجه او بيان، سواء من النيابه سواء من وزاره الداخليه، يدل على تفاصيل الموضوع كله. من ناحيتي انا ما اعرفش. انا الفيديو بالنسبه لي بيظهر لي ان حد واقف، الله اعلم كان بيعمل ايه. لكن مش ظاهر لي بقى هل هو كان بيعمل كده بجد ولا كان بيعمل فعلا حمام، ولا مفيش اي دليل على الادعاءين، سواء انه كان بيعمل حمام او بيعمل حاجه تانية. هو كل اللي شايفه انا واحد عمال يعمل الحزام، بيعمل ايه الله اعلم، معرفش. فعلشان كده كل اللي بنطلبه ان شاء الله وزاره الداخليه هي اللي هتقول لنا إيه الموضوع وابعاده ايه، علشان لو البنت فعلا ليها حق فلازم حقها يجي لها. طب لو ملهاش حق، موضوع مدة تصوير التليفونات دي تهدى شويه. ولكن لازم برضو البنت يتشاف الشخوه بتاعتها، لان هي ممكن فعلا يكون ليها حق، وساعتها لا، يبقى لازم الشاب ده يتجاب، لان اللي عمله كبير لو ده حصل. كل اللي اقدر اقوله، مدة تصوير التليفونات دي جابت لنا حقوق كتير، لكن في نفس الوقت هتعمل مشاكل كتير جدا. يعني الله اعلم، يعني من وجهة نظري ان هي فعلا في ناس بتستخدم ده غلط. النيابه مشكوره انها سمحت للناس انها تحاول تجيب حقها وتوثق، ولكن الناس، يعني انا مش بتكلم على البنت دي بالتحديد، انا بتكلم عموما ان في ناس بدات تستغل ده العكس. البنت لو ليها حق ان شاء الله هيجي، والشاب لو هو اللي ليه حق برضه ان شاء الله هيجي. تعليق لكم انتم.